تعالوا هنعمل معانا النهارده جلاش كده ملفوف، وهنحشي كريمه ونعمله شويه حركات كده. حاجه جديده وحاجه حلوه. هنا عملته كده، قلنا بقى بعد الفطار عايزين ناكل حاجه حلوه ومسكره، كان عندي جلاش فقلت اعمله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، حاجه جديده يعني. شايفين شكله ده كده جلاش ملفوف، وحاشيه في النص كريمه كده زي ما انتم ما شايفين، وهوريكم دلوقتي الطريقه حلوه قوي وسهله جدا اللي عايز يعملها. تمام، يلا نبدا ونقول بسم الله. ما ننساش بقى نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد. هنا معايا لفه جلاش طبعا كده. بصي بقى قطعيها يعني بصوا بالطول كده، يعني فردناها اهو. هنجيب بقى سكينه ونقطعها كده من النص و... وتحطي بقى ايه الباقي ده كله في فوطه، يعني اهم حاجه تحطي الجلاش معاكي في فوطه علشان ما ينشفش منك، عشان ده لو نشف منك مش هتعرفي تلفيه. تمام. كده خلصنا وقسمناه من النص وحطيته في فوطه، وجبت هنا معايا شويه ورق، يعني انا هاخد ورقه ورقه ودهنت هنا كده سمنه، وهنلفها زي المروحه، يعني واحده كده وواحده كده، عكس عكاس، واحده وواحده. تمام. هي ورقه واحده بس اللي هنعملها بالطريقه دي كده، ونلفها كده زي المروحه، ونيجي نلفينها بقى ايه على ايدينا كده على صوابعنا الاتنين. بصي اهي، وهعمل لكم واحده تانية. طبعا انا لفيت الكميه ديت، قلت هوريكم بقى ايه اللفه معايا الاخيره دي هعملها ازاي. هنا خدنا ورقه واحده وهنلفها كده بصوا زي المروحه، واحده وواحده كده اهو، تلفي معاكي زي المروحه، وبعد ما تخلصيها خالص هتيجي تلفيها على صوابعك كده علشان تلفيها معاكي تبقى زي الورده زي ما انتم ما شايفين كده. واهم حاجه ترصيه في الصينيه او في الصاج، الحته اللي هي اللي هتتفتح دي بتحطيها كده جنب على الجدار بتاع الجنب بتاع الصاج. تمام. هعمل لكم واحده تانية اهو، دهنت سمنه وهنلفها كده. دي بقى مش مروحه، دي كده اهو نطبقها كده طبقه كذا طبقه على بعضها ومن النص، ونيجي نلفها زي المروحه كده. بصي اعملي الشكل اللي انت عايزاه او الطريقه التطبيقه اللي انت عايزاها، المهم ان احنا عايزين الشكل اللي معانا ده في الاخر. تمام كده اهو زي ما انتم ما شايفين. هعمل لكم برضو واحده تانية بطريقه سهله، اللي مش هتعرف تلفها على صوابعها او على ايديها تلفيها كده، هتطبقيها وتجي لفاها على، شفتوا المقوار اللي احنا بنعمل بيه الكوسه والبتنجان، احنا هنعملها كده. كده اهو طبقناها نصين وطبقناها تاني. عايزه بقى تلفي، هوريكم دلوقتي كده، انا بقول لكم اللفه الفتحه دي او اللي هي من جوه دي هنلفها من جوه. تمام. عشان تبقى كلها حته واحده من بره، مفيهاش ورق طالع او مقطع كده. هنلف واحده تانية وهوريكم بتاع المقوار دي برضو ازاي هنلفها مع بعض. هنا هنطبقهم كده، طبقي تطبيقه بقى، مش شرط مروحه مره مروحه مره، تطبيقه على بعضها كده زي ما انتم ما شايفين. تمام. هنا اهو هنجيب بقى المقوار ده، اسهل طريقه بقى لو مش هتعرفي تلفي على ايديكي. المقوار كده اهو، الراس دي بتاعته بنحطه كده ونيجي لفين عليه، هتتلفي عليها عادي كده وتيجي مطلعها سهله جدا زي ما انتي ما شايفه اهو. اهي كده وخلاص على كده ترصي في الصاج. احنا هنا نخلص، هعمل لكم واحده تانية بالمقوار عشان تشوفوها. هنا دهنتي سمنه كده، وبرده طبقيها من النص، وبعد كده طبقي باقي تطبيقات صغيره كده زي ما انتم شايفين، واحده عليها التانية على كده التالتة، وخلاص. وتجيبي بقى المقوار وتلفيها عليه كده اهو زي ما انا بقول لكم. لفي كده، لفي لفي وتعالي طلعي اسحبيها على طول هتطلع معاكي. خلاص نخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني واقول لكم هنعمل ايه. لو وصلتي معايا لغايه هنا صلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا شوفوا بقى الشكل بعد ما خلص. ما ننساش نحط لايك ونكتب تعليق حلو كده وكومنت حلو. هنا ده بعد ما خلصتوا معايا كده خلاص، ده الكميه، ده 3 لفف جلاش. بسم الله ما شاء الله قطع معايا عدد كبير. هنا بقى سيحت سمنه وهحط بقى السمنه كده على وشه كلها، يعني غرقيه سمنه. بصي زي ما انت ما شايفه كده، غرقيه سمنه كده كده، هو هياخد السمنه اللي هيعوزها والباقي هيطلعه، يعني هيطرده بره، مش هيشرب سمنه كتير. كده اهو هنسقي السمنه بقى خالص كده، وطبعا مسخنه الفرن معايا وهاجي مدخلاه على طول في الفرن. هو ما بياخدش وقت معاكي، بتحطيه في الرف الوسطاني، ما بياخدش وقت، كل شويه تبصي عليه عشان ده احنا برمين او لافين ورقه واحده فبتبقى خفيفه. تمام. كده اهو، حطي السمنه وبعد ما هنخلصها هندخلها الفرن. طبعا هو بيقعد معاكي بقى من نص ساعه لساعه الا ربع، يعني لو فرنك عالي قوي مش هيكمل معاكي نص ساعه. كده خلاص اهو خلصنا السمنه بتاعتنا عليه وهندخله الفرن. بعد ما هيطلع بقى معانا هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا محضره الشربات بتاعه تقيل، شايفين شكله بسم الله ما شاء الله، لونه يعني لونه طالع حلو جدا.
ده كده شكله اهو. انا بقى محضره الشربات طبعا، 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه على عصره ليمونه على فانيليا. تمام، ونسقي بقى كده بالمعلقه، اسقيه اسقيه، احنا مش بنغرقه شربات على فكره، عشان لسه هنحط له كريمه. كده اهو هنحط بقى نسقي الشربات بقى. بصي ما تسقوش قوي، يعني احنا مش عايزينه متغرق جامد. تمام خلاص كده، بعد ما سقينا الشربات انا هنا عامله الكريمه معايا طبعا، ضربه كوبايه كريمه على كوبايه ونص ميه على معلقتين سكر، وتضربيهم حلو جدا هيديك القوام ده. طبعا هنجيب بقى ونحشيه من النص كده، الحته اللي هي مفتوحه من النص دي بنحشيها منها، طعم يبقى طعم كويس قوي، جلاش بالكريمه وشكل كمان كويس. تمام، هنا هنحشي كل الكميه اللي معايا وهوريكم شكلها. انا هنا جايبه بقى معايا فواكه، اللي هي الفواكه المسكره اللي هي الفروتو دي. انا لما لقيتش كريز عند الراجل ساعتها فجبت الفواكه دي. ممكن انتي كريز، ممكن شوكولاته مبشوره ممكن تحطيها عليه بدل الكريز، او بدل الفواكه المجففه اللي انتي عايزاه حطيه عليه من فوق. عندك الكريسبي بس ده تمام ماشي، حطي برضو. هنا هخلص الكميه وهوريكم بقى نحط عليها فواكه كده ازاي. دي اللي هي الفواكه المسكره، بنحط بقى الشويه اللي انتوا شايفينهم كده عشان يدي شكل معانا حلو جدا. وعلى فكره كان طالع حلو جدا قوي الجلاش ده. وبالطريقه دي، بالطريقه دي بقى يعني الواحد بياخد القطعه بسم الله ما شاء الله، يعني بألف هنا بتخلص معاه على طول، بدل القطع المثلثات او الصوابع. وده كده شكله. لو عجبك الجلاش وعجبك الفيديو اكتبي لي كومنت حلو